السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. النهاردة هعمل معاكم الشعرية بلبن بطريقة مختلفة، اتمنى تعجبكم وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. الشعرية باللبن دي وصفة جميلة قوي في الشتاء، بتدفي وبتبقى جميلة قوي. يعني ماما حبيبتي الله يديها الصحة وطولة العمر يا رب، كانت على طول بتعملها لنا في الشتاء قبل ما نروح المدرسة عشان تدينا طاقة. وحلوة قوي ومفيدة، يعني حلوة كمان لأولادكم أيام الامتحانات. لو زينتها بقى مكسرات وزبيب وحاجات حلوه كده، اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عباره عن ايه. اول حاجه انا كان معايا كوبايه شعريه، حطيتها على شويه زيت كده وقعدت احمر فيها، وحطيت عليها معلقتين لبن بودره. هي صراحه النهارده طريقه مختلفه غير الطريقه المعتاده بتاعتنا، بس الطريقه دي حلوه قوي وبتبقى طعمها تحفه. وحطيت عليها معلقه قرفه. بجد جربوها ومش هتندموا، طعمها جميل جدا جدا. هنا بس القرفة كانت غيرت لونها شوية، بس كان لسه الشعرية ما اتحمرتش. طبعا ما ينفعش تسيبي ايدك منها على طول كده، لازم تقلبي اول باول عشان ما فيش واحدة تاخد لون والتانية لأ، يبقى كلهم ياخدوا لون مع بعض. يبقى ايدك كده على طول في الشعرية وتقلبي فيها كويس جدا. وهنا كانت ابتدت تاخد لون. بجد جربوا الطريقة دي حلوة جدا وهتعجبكم بإذن الله، غير طبعا بتاعتنا التقليدية اللي احنا بنحمر شعرية وبنحط لبن وكده. لبن البودرة والقرفة مخليها طعمها تحفة جدا. وهنا الشعرية كانت اخدت لون ذهبي، اللون بتاعها بقى حلو قوي كده. وبعد ما اتحمرت هحط بقى السكر، طبعا السكر على حسب رغبتك، يعني حطي على حسب ما تحبي. وبعد كده حطيت مية وهغطيها بقى واسيبها لحد ما الشعرية تتشرب المية وتبقى استوت. وهنا كانت استوت بقى وكانت جميلة جدا جدا، يعني حلوة قوي في الشتاء وبتدفي ومغذية قوي للأولاد وبتديهم طاقة. وطبعا هتبقى حلوة قوي أيام الامتحانات كمان بتديهم طاقة. حبيبتي ماما الله يديها الصحة والعافية يا رب، يعني دي وصفتها أصلا أنا واخداها منها. كانت عادة بتعملها لنا في الشتاء. وبس كده، مع السلامة.